واحدة من الحاجات اللي أنا شخصياً مديونة بيها جداً لناس علمتهاني في الأوقات الصعبة هي فكرة غسل الأرجل. غسل الأرجل مصطلح ما يفهموش غير المسيحيين، لأنه مصطلح مسيحي جداً إذا ينفع نقول للتعبير ده. فكرة ما يفهمهاش حد غير اللي فاهم مبدأ غسل الأرجل اللي حطه السيد المسيح بنفسه ساعات قبل الصليب. لو وقفت كده وسألت نفسك ليه غسل الأرجل؟ ليه غسل الأرجل أساساً؟ ليه السيد العظيم المهوب القدوس يوطي ويغسل رجلين تلاميذه؟ ما كان في أي طريقة تانية. واختلفت التفسيرات والأفكار والآراء في فكرة غسل الأرجل، بس غسل الأرجل هي حادثة مسيحية كبرى بتلخص حاجات كتير ومفاهيم كتير عن فلسفة الإيمان المسيحي. غسل الأرجل بالنسبة للسيد المسيح هو تخصص إلهي، هو فعل تطهير من الخطايا. حاجة كده ممكن نقول إنها مش بتاعتنا خالص، إحنا بس نتفرج عليها ونتعلم. ويضحك عليك اللي يقولك إنه غسل الأرجل يعني اتضاع. موضوع أكبر من كده بكتير، مش مجرد سيد بيتواضع قدام تلاميذه، موضوع أكبر بكتير. تعرفها وتفهمها لما تحصل معاك. في مرة وفي وقت من الأوقات كنت بمر بظروف صعبة جدا جدا جدا، وأنا مش بعرف أتكلم في وقت الظروف الصعبة ومش بعرف أحكي. في حد في حياتي أنا طول الوقت مديوناله بفكرة غسل الأرجل ظهر فجأة من بعيد، يعني هو كان موجود في الحياة لكن ظهر فجأة. هو كان أستاذي وحد كبير جدا وحد بتعلم منه قوي. فضل يتصل بيا كل يوم، يتصل بيا ويسمعني. مرات أحكي، مرات أبكي، مرات أشتكي من الظلم، كل أنواع القصص البايخة بتاعتي هو سمعها. لما بقيت كويسة شوية سألته هو حضرتك بتعمل معايا كده ليه؟ كان شخص كبير وعظيم ومشغول كمان. ليه بتعمل معايا كده؟ قال لي بغسل رجليكي لأنه ده شغلتنا مع بعض. انتي في وقت من الأوقات هتعملي الدور ده مع ناس تانيين، هتغسلي رجليهم لما يكونوا في وقت صعب. ومن وقتها أنا اتعلمت يعني إيه غسل الأرجل. غسل الأرجل يعني إنك تكون تحت رجلين حد بيمر بظرف صعب، إنك تطهره من عبء كبير جدا هو شايله لوحده. غسل الأرجل حقيقة ومبدأ وفلسفة مسيحية مش سهل أبداً إنه ناس تفهمها، لكن كمان مش سهل إننا نمارسها. الفكرة اللي نفسي أسيبها معاك النهاردة إنه تعالوا نمررها. تعالوا في الأوقات الصعبة اللي تخص الناس نتعلم إننا نكون موجودين وحاضرين وبنسمع وبنفهم، لأن دي الحاجة الوحيدة اللي نقدر نتشبه بيها في السيد المسيح لما إدانا مثال في غسل الأرجل.